منطقة بتسحرك بجمالها لحد ما بتقع في فخها. وصفوها بالجزيرة من كتر ما انت ما تقدرش تقاوم طبيعتها الساحرة، لكنها بتعتبر من أخطر الأماكن في العالم، وعشان كده اتقال عليها بؤرة الشيطان. قريبة من الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وبتعتبر المنطقة من أخطر مناطق العالم بلا منازع. ما ينفعش فيها هزار أبدا، ونسبة الغلط فيها بتحدف على عزرائيل مباشرة. تعال مع بعض نعرف ايه قصة الجزيرة اللي عليها بيختفي البشر والأجهزة وكل حاجة بتعدي من فوقيها، ونعرف اللي اتسمت ببؤرة الشيطان وحقيقة الكائنات الغريبة والنباتات اللي بتنمو فيها، واللي ممكن تكون راجعة لأقوام يأجوج ومأجوج. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. كلنا عارفين أو بنسمع عن مثلث برمودا، لكن المرة دي مش هنتكلم عنه، احنا هنتكلم عن مثلث فرموزا أو مثلث التنين أو بؤرة الشيطان. دي كلها مسميات تايوانية بتندرج تحت اسم الجزيرة الجميلة، واللي من كتر روعتها وجمالها بيتسابق على الفوز بيها بلاد كتير، منها اليابان والصين وهولندا. يرجع سبب التسمية لقبل 3000 سنة، واتقال في أحد الأساطير الصينية القديمة إن هناك في المنطقة تنين قاعد فيها، عشان كده سموها مثلث التنين في بقعة داخل مبنى تحت البحر. عايز أقولك إنه بالرغم من كل الرعب اللي فيها، إلا إنها بتتمتع بطبيعة رائعة ومباني أثرية جميلة. كمان شعبها ودود وبيعشق الصداقة. غير كل ده هتلاقي روعة الشوارع والأسواق الليلية فيها والمتنزهات الجميلة. كمان بتتميز بثقافتها المتعددة. اتقال دايما انه بيحصل اختفاء للطيارات المدنية والحربية وحاملات الطائرات والناقلات والسفن التجارية والغواصات بأكملها. ايوه زي ما بقولك كده، ده كمان بالناس اللي على الطيارة والغواصة مش بيكون ليها أثر، ولحد دلوقتي محدش يعرف مصدر الأسطورة ولا مدى حقيقتها، لكن زيها زي مثلث برمودا. طب ايه هي علاقة المغول بالقصة؟ الامبراطور الخامس للمغول قبلاي خان وحفيد جنكيز خان أراد غزو اليابان عام 1274 و 1281، لكنه فشل في المرتين وخسر أسطول من 40 ألف راجل. والروايات التاريخية بتقول إن الخسائر بسبب دوامات وأعاصير ابتلعت السفن وأجبرت خان على العودة وإلغاء فكرة غزو اليابان بالكلية. ومن وقتها الشعب الياباني اعتقدوا إن الله أنقذهم بواسطة الأعاصير والدوامات، وده اللي لقاه بالفعل الغواصين وعلماء الآثار اللي لقوا بقايا سفن المغول هناك. الحقيقة إن في كتير من الأبحاث قامت بها الحكومة اليابانية في المنطقة دي، اكتشفوا بالفعل إن فيها كائنات بحرية غريبة الشكل مرعبة وخطيرة، ودي اللي بتتسبب في الأحداث. وكان من ضمن الأحداث هي إنه خرج 100 عالم ياباني في سفينة مجهزة بأحدث تكنولوجيا الاتصالات والبحث. الرعب إن السفينة اختفت برضه ومن غير أي أثر، وده أثار الأقاويل والرعب أكتر وأكتر. الحكومة هناك بعد البحث والتدوير والتنقيب والاستماع لكل الكلام بتاع المحققين، أعلنوا بشكل رسمي إن المنطقة دي خطيرة، وحذروا من الملاحة فيها لأنها ضارة جدا. طب إيه أبرز الحوادث المرعبة اللي وقعت في المثلث؟ أقول لك يا سعادة البيه ويا ست هاني. شهدت فرموزة حوادث لا حصر لها، منها حاملة طائرات اسمها شكوكو، فعلا اسمها كده غريب شكوكو، اختفت فجأة بدون مقدمات، وكان على ظهرها حاملة طائرات حربية أثناء حرب الفلبين. كمان الطيارة اللي كانت تابعة للخطوط الجوية الكورية اتعرضت لشلل في المحرك الرئيسي عند مرورها على مثلث التنين، أدى لإصابة أجهزة الملاحة في الطيارة وتوقفت تماما. وتعرضت الطائرة للقصف من قبل الاتحاد السوفيتي ومات 269 راكب. مش بس كده، السفينة الفلبينية كارلوتا اللي اشتعلت فيها النيران فجأة عند عبورها من على المثلث، وسفينة الأبحاث اليابانية اللي تعرضت لنشاط بركاني نشط فجأة أثناء العبور برضه، مرورا بقى بالغواصات اللي اختفت في الحرب العالمية والسفن الحربية التانية بدون الحصول على أي أثر ليها. كمان طيارات الشحن التابعة للقوات الجوية وكان عليها 67 عضو من الجيش اختفت بلا رجعة. طب ايه اللي اتقال بقى على المنطقة دي؟ الأقاويل القديمة قالت إن المنطقة كان فيها كائنات مرعبة ومخيفة الشكل، وناس تانية قالت إنهم بيشوفوا تنين تحت المية بيعمل القصص والكلام ده. وفي أساطير تانية حوالين المنطقة، زي إن بعض الناس بتقول إن يأجوج ومأجوج بيعيشوا تحت المية،
وإن فيها عدد كبير جدا من السدود الطبيعية. وجهة النظر دي بيتفق معاها اللي بيقول إن مثلث برمودا هو نفسه عرش للشيطان. هل بقى فرموزة بتؤدي لجوف الأرض؟ الباحثة نيلي الشافعي من وجهة نظرها بتقول إن في مغرب الأرض في فتحة تؤدي لعالم جوف الأرض الداخلي، في المقابل في المشرق فتحة تؤدي لعالم جوف الأرض الداخلي، عشان يؤمنوا الماء والهواء لحياة البشر والحيوانات والنباتات اللي بيعيشوا هناك في عالم جوف الأرض الداخلي. وهناك صفات متشابهة ومشتركة كتيرة بين كل من منطقتي مثلث برمودا بالمحيط الأطلنطي بالغرب ومثلث فرمودا بالمحيط الهادي بالشرق، حيث أنهما يتشابهان في كل شيء، بل إن بعض العلماء بيعتبروا أن مثلث فرموزا أكبر وأخطر من برمودا. وبتثبت الشافعي على صحة كلامها بأن هناك حقيقة لا يعترف بها البعض، وهي أن في أنواع عجيبة من النباتات والأعشاب بتنمو في جوف الأرض، خرجت لسطح المياه بتاعة بحر سارجاسو داخل المثلث الخطير عن طريق التيارات المائية القادمة من بحار ومحيطات عالم جوف الأرض الداخلي. المياه دي دافئة وليست باردة مثل تيارات المحيط الأطلنطي والهادي، وده بيثبت ان بحر سارجاسو اللي بيقع في منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلنطي متصل ببحار ومحيطات عالم جوف الأرض الداخلي، واللي بيتعرض بصفة دائمة ومستمرة لحرارة الأرض الداخلية. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفونا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش بالدعم. السلام عليكم واشوفكم على خير.